السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة رؤية ومعلومة. النني وكوكا يشاركان في تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة بلجيكا. شارك ثنائي منتخب مصر محمد النني وأحمد حسن كوكا في التدريبات الجماعية مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا في الكويت. ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مساء الجمعة المقبل أمام بلجيكا على ملعب جابر الأحمدي الدولي، وذلك ضمن استعدادات منتخب الشياطين الحمر لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر. وانضم كوكا والنني إلى معسكر منتخب مصر بعد وصولهما من أنديتهم استعدادا للقاء بلجيكا، فيما اكتفى أحمد الشناوي حارس المرمى بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بسبب شعوره بالإجهاد. كما أدى إمام عاشور لاعب الوسط تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة على أن يشارك في التدريبات غدا الثلاثاء. كما وصل مصطفى محمد مهاجم الفراعنة إلى معسكر المنتخب بالكويت من أجل المشاركة في التدريبات استعدادا لمباراة بلجيكا. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.